البيان ده ومشي مرسي وحصل ده كله، حصل رابعه العدويه والنهضه. انت مع فض الاعتصام مع تحفظات؟ انا لم اكن مع فض الاعتصام لسببين. السبب الاول هو ان هذه الاعتصامات كنت اخشى انها عندما يتم فضها سنصل الى ما تبدو الشواهد قد نكون او تدلل الشواهد قد نكون ان احنا وصلنا اليه، اللي هو الدم. انا عندي الدم كله حرام، كل الوسائل الاخرى استنفذها قبل ما اوصل الى هذه الحلول التي قد تذهب بنا باتجاه الدم. طيب استنفذت ولا لا؟ انا لا اعرف. في حاجه ناقصه؟ لا اعرف. احنا نعرف. طيب ازاي ما تعرفش يا دكتور؟ الفريق السيسي عمل كذا مره تعالوا نتحاور، وعمل لهم دعوه كذا مره، وعمل لهم كذا، والغرب عملوا مفاوضات وناس جم من بره قعدوا معاهم واتكلموا، ومرسي بيقول انا رئيس. لا احنا بنتكلم عن ما بعد ما بعد هذا يا محمود. ما دي المفاوضات التي تمت لمحاوله فض الاعتصام بالشكل السلمي. لا ما هو طبعا كلها فشلت. ما طبعا لو كان الطرف الاخر جماعه الاخوان كان حلها الوحيد او عرضها الوحيد ان لا بد من عوده دكتور محمد مرسي، قالوا 3 يا دكتور، هذا امر خيالي. وانت عارف اكتر مني. صحيح. مرسي الدستور تمام. من الحاجه الثالثه ايه مش فاكر. مسألة العودة مسألة خيالية، وهنا الواقع المجتمعي، واقع الدولة، واقع المجتمع تغير بصورة حاسمة بعد 3 يوليو ولابد من التعامل معاه، فالفرض أصبح فرض خيالي. أنا كنت مع استثمار كافة الوسائل للوصول إلى حل للاعتصامات دون الفض بالقوة. ما رضيوش. طيب نعمل إيه؟ كنت أطلب احنا بنمشي مع بعض. أنا معاك أهو. كنت أطلب في هذه الحالة من الحكومة ممثلة في شخص رئيس الوزراء اللي هو حملت إليه الكثير من صلاحيات الرئيس المؤقت. تمام. إن رئيس الوزراء يخرج على الرأي العام ويقول حاولنا 1 2 3 4 5 وفشلت هذه المحاولات. أعتقد إن في هذا كان سيتم التعامل بجدية مع حق المجتمع في المعرفة في الشفافية. خرجوا وقالوا محمود انا مش بدافع عنهم. لا انا عارف انت ما بتدافعش عن حد. لا انت بتسالني والسؤال هنا جاي لتوضيح النقطه. لا انا رايي ان كان في قدر من الشفافيه الغائب ان اعرف ما هي المحاولات التي تضر بما لا يضر مصالح البلد. ما هو في حاجات سريه ما اقدرش ان انت تطلع تقولها على الملأ. انا ما اعرفش السري، بس اللي شفته على الملأ ان في ناس رايحه جايه لدرجه انهم سمحوا لاشتون انها تقابل مرسي شخصيا تقعد معاه ساعتين. يعني انا ما اعرفش في الحقيقه خالص عن هذه الامور غير اللي كان بيقال في الاعلام. بس عرفت ان اشتون راحت قابلت مرسي. ما هو ده من الاعلام طبعا. طيب طبعا يعني كانوا قاعدين بغض النظر. لا طبعا اطراف خارجيه اطراف داخليه. انا كنت ارى ان واجب الحكومه انها تخرج على الراي العام وتقول حاولنا 1 2 3 4 5 ثم لم يكن هناك بديل اخر. طيب مساله ثانيه واحده بس عشان اكمل لك النقطه دي. ماشي. في مساله الصبر على فض الاعتصام، انا كنت عارف لغايه دلوقتي كويس قوي ان هذه الاعتصامات كانت اعتصامات فيها من الامور ما يهدد بصوره مباشره الامن القومي للبلاد. لما انا اشوف اعتصامات فيها سلاح، اسمع عن سلاح داخل وسلاح طالع. طيب هذه التقارير ده في تشكيل حكومه وتشكيل مجلس شورى وتشكيل مجلس شعب. لا كله دوله. طب ما بقول لك يعني التهديد هذا كان لابد من طبعا يعني لابد من التعامل. برضه انت مش سهله. انت مش طبعا مش سهله وما انتش عايز اللي انت تهز كيان البلد. بس تعامل معاها باستنفاذ كل الوسائل السياسيه. لو عندي معلومات اقولها اعرضها على الراي العام بما لا يضر مصلحه البلاد، فاوفي للراي العام حقه في ان هو يعرف ان احنا استنفذنا كل الوسائل الا القوه. لما اجي بقى للقوه، لما اجي لاستخدام القوه في فض الاعتصام، وفي دول كتيره لجأت لهذا مش بس عندنا، ما لجأت تاني، بس لازم احط بقى الامور في معيارها الصح. الدول اللي لما تفض الاعتصام لازم تحاول انها تقلل بقدر الامكان من الخسائر البشريه الموجوده. اولويتي منع الدم، اولويتي ان الدم ما يحصلش. انا مش عايز اوسع خريطه الدم في المجتمع. فمن حقي ان انا اقول لما اشوف عدد من قضيوا في هذه الايام اقول انا طالب تحقيق، اقول ان في شواهد قد تبدو باعتبار استخدام القوه المفروض تحققوا فيها. ده لا ينتقص على الاطلاق من تماسك مؤسسات الدوله. صدقني بيضيف لتماسك مؤسسات الدوله عندما تتجاوز خبره سلبيه. لو تثبت للراي العام، لو ثبت للراي العام انها خبره سلبيه تتجاوزها وتبني من جديد، تستفيد من خبرته. مفيش مجتمع بسيط ان انا اقعد مغطي على نفسي وشادد البطانيه ولا شاد اللحاف ومش عايز اشوف. لازم افتح عيني واشوف، ليا حق معرفه، ليا حق في المعلومه.
الحاجه الاخيره في مساله الفض، احنا في ازمه سياسيه، والازمه السياسيه فيها مش بس على هوامشها، جواها كمان ازمه وتحدي امني لمؤسسات الدوله. التحدي يتم التعامل معه بالصوره اللي انت بتقول عليها. انا ما اقدرش اسكت على تهديد لكيان الدوله ولا تهديد لامنها القومي، وما اقدرش اطبطب على الناس كلهم، لكن في نفس الوقت الشق السياسي لازم اجتهد فيه، لازم اشوف ايه الحلول بتاعته. طب ايه الحلول؟